السمبوسة العادية اللي باللحمة أو الجبنة حلوة جدا، بس كلناهم كتير. في الفيديو ده هوريكوا 3 حشوات جديدة ولذيذة تجربوها رمضان ده. أول واحدة هي التشيكن رانش. لدي استخدمت ربع كيلو فراخ متقطعة زي البانيه، وعملت لها تتبيلة عبارة عن نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة بابريكا، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وبودرة بصل، وبودرة توم، وقلبتهم كويس. تبلت كل كمية الفراخ بالتتبيلة دي كويس من الناحيتين ووزعتها عليهم. بعدين في طاسة على نار بين المتوسطة والعالية سخنت شوية زيت زيتون وحطيت عليه حوالي معلقة كبيرة زبدة، وسويت فيهم الفراخ حوالي 3 دقايق على كل وش. لما استووا بالكامل قطعتهم رفيع قوي بالطول، بعد كده برضو رفيع قوي بالعرض، لحد ما الفراخ بقت شبه مفرومة كده. ده هيسهل ان احطها في السمبوسة. على الفراخ دي حطيت نص بصلة متوسطة متقطعة حتت صغيرة، ومعلقتين كبار هالابينيو متقطعين بنفس الطريقة، وحوالي كوباية رانش صوص وجبنة موتزاريلا. قلبت كل حاجة كويس في بعضها وكده بقت جاهزة. واللي بعدها بقى عملت جمبري باترفلاي. لدي استخدمت حوالي 150 جرام جمبري متقشر ومتنضف. قطعتهم بالسكينة قطع صغيرة خالص كده عشان اعرف الفها جوه السمبوسة. وايوه بالتقطيعة دي ما بقاش باترفلاي، بس هحاول اقرب لطعم الباترفلاي بالصوص. في طاسة على نار بين العالية والمتوسطة سخنت زيت زيتون وحطيت عليه حوالي 3 معالق كبار زبدة. لما ساحوا هرست عليهم فص توم كبير وقلبته ثواني بس لحد ما ريحة التوم ظهرت. بعد كده حطيت الجمبري وقلبت بسرعة جدا علشان الجمبري مش بياخد وقت على النار. بعد دقيقة تقليب حطيت ربع فلفلة حمرا متقطعة قطع صغيرة ومعلقتين كبار شبت، وتبلتهم بملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وقلبتهم في بعض. بعدين طفيت النار وحطيت عليهم عصير نص ليمونة ومعلقتين كبار مستردة، وقلبت لحد ما الصوص داب في بعضه وغطى بقية المكونات كويس. وكده دي بقت جاهزة. سبتها وعملت آخر واحدة وهي السجق بالخلطة. لدي جمدت 150 جرام سجق شوية عشان أعرف أقطعهم، وقطعتهم بالسكينة قطع صغيرة شبه كأني فرمتهم. بعد كده في طاسة على نار بين المتوسطة والعالية سخنت شوية زيت، ولما سخن حطيت فيه السجق. قلبته دقيقة بس لحد ما مسك نفسه. بعدين حطيت عليه نص بصلة متقطعة قطع صغيرة، وفلفلة خضرا صغيرة برضو متقطعة قطع صغيرة، وهرست عليهم فص توم كبير. قلبت كل ده لحد ما البصل دبل وبقى طري وشفاف كده. هنا حطيت عليهم معلقة كبيرة معجون طماطم ومعلقة صغيرة هريسة شطة، أو على حسب عايزينها حراقة قد إيه. وتبلت كل ده بملح وفلفل اسود، بس التوابل على حسب تتبيلة السجق اللي انتم مستخدمينه اصلا. ممكن ما تحتاجوهاش لو هو متبل توابل قوية، وممكن تحتاجوا توابل اكتر من كده. قلبت كل حاجة كويس لحد ما الصلصة غطت كل حاجة. بعدين هديت النار وغطيت الطاسة وسبتهم يستووا على نار هادية من 5 ل10 دقايق. بعد الوقت ده دقت عشان اتأكد ان السجق استوى بالكامل وانه مش ناقصه حاجة. وكده بقت كل حاجة جاهزة وما بقاش فاضل غير اني الف السمبوسة. في فيديو حشوات السمبوسة اللي فات وريتكوا طريقة للف السمبوسة. في الفيديو ده هوريكوا طريقة مختلفة. الأول كالعادة عملت عجينة بإني دوبت معلقة دقيق في معلقة مية، دي اللي هقفل بيها السمبوسة عشان ما تفكش وهي بتستوي. وبرضو خدت من لفة السمبوسة واحدة بس ألفها، والباقي سبته متغطي عشان ما ينشفش. طريقة اللف دي بقى سهلة جدا، وهي اللي تقريبا معظم الناس بتستخدمها. حطيت نص معلقة من الحشوة في أول السمبوسة، وقفلت الطرف البعيد عشان أعمل منه مثلث، والمثلث ده قفلته تاني على بعضه. فضلت أكمل مثلث على مثلث كده للآخر. المهم إني أضغط الحاجة اللي جوه كويس وأتأكد إن الأطراف بتاعة المثلث مش مفتوحة عشان الحاجة ما تتسربش وهي بتتقلي. آخر حتة بقى دهنتها بالعجينة بتاعة قفل السمبوسة وكملت قفل عليها. وبس كده، دي هتلزق الطرف في الآخر. عملت الكمية كلها بنفس الطريقة. اللي مش محتاجه دلوقتي بشيله في أكياس في الفريزر وأطلعه يفك شوية بس قبل ما أقليه في أي يوم. والباقي بقى ساعات بقليه في زيت غزير بس من غير مسح من الطاسة عشان أعرف أقلبه في النص، وبطلعه من الزيت لما لونه يبقى ذهبي كده. المكونات اللي جوه كلها مستوية، فمش خايف إن أي حاجة تطلع نية. وساعات تانية بدهن السمبوسة بالزيت وأقليها في الإير فراير. دي بتبقى أخف بكتير وقرمشتها أقوى، بس بصراحة اللي في الزيت طبعا بيبقى طعمها أحلى. لكن الفرق عموما بين الاتنين بيبقى بسيط جدا. يعني مثلا تقدروا تخمنوا أنهي في الاتنين دول مقلية في الزيت وأنهي في الإير فراير. دي المقلية في الزيت، بس زي ما انتوا شايفين شبه بعض قوي. وعموما انا بحب السمبوسة بصراحة في كل حالاتها. قولولي انتوا بتحبوها ازاي، وايه الاختراعات اللي بتعملوها انتوا في السمبوسة. ولو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.